يلا نلحق الطماطم قبل ما تغلى تاني ونعمل صلصة رمضان طبيعية و100% بمكونين فقط لتخزين صلصة الطماطم لمدة سنة كاملة بطعم مميز جدا وأكنها طازة وفريش. عايزة أقولك حاجة بجد اختراع. يلا هاتيها وفي الفريزر ارميها ورمضان سبكيها وخزنيها زي ما قلتلك طبيعية 100% وأحلى من صلصة الشركات 1000 مرة. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكم اشعار بكل فيديوهاتي. اول حاجة عندي 5 كيلو من الطماطم زي ما انتوا شايفين. عايزة اقول لكم نختار نوع الطماطم ازاي اللي تنفع في الصلصة. تقدري تجيبي الطماطمية اللي بتبقى مدورة او اللي بتكون شكل البلح بالظبط، تبقى ما شاء الله كبيرة والقشرة بتاعتها بتبقى رقيقة قوي وكمان ملحمة جدا. عايزه اقولك بتبقى نسبه الميه فيها مش كتير، فده طبعا تنفع جدا للصلصه ان كانت الطماطميه المدوره او الطماطميه اللي شكل البلح اللي زي دي كده. غسلتهم كويس جدا تحت الميه الجاريه بالشكل ده كده بعد ما شلت الورده اللي بتبقى فوق زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى قطعتها كل واحده على 4 او على نصين. طبعا تقدري تسيبيها سليمه مفيش اي مشكله خالص، بس طبعا وانت بتنقي الطماطم هاتي الطماطميه الحمراء اللي بتكون على وش القفص. مفيش داعي تجيبي الطماطميه اللي فيها اي مشكله علشان ما تغيرلكيش طعم الصلصه وتغيرلك طعم الاكل وتبوظلك التسبيك. بعد ما قطعت الطماطم بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين هضيف عليها حوالي نص لتر من الميه. دي طبعا 5 كيلو فانا هضيف عليهم نص لتر بس من الميه، وبعد كده هرفعهم على نار عاليه لمده 10 دقايق تغلي بالشكل ده كده. وبعد كده ههدى عليها النار واسيبها حوالي ساعه على البوتاجاز. وطبعا هتابع مراحل التسويه كل وقت للتاني. اعرف ازاي بقى ان هي استوت لما الاقي الجلد فصل عن اللحم بالشكل ده كده. وطبعا لازم تغطي الحله وهي بتستوي علشان البخار اللي هيطلع منها هو اللي هيسوي الطماطم بسرعه. كده الطماطم بتاعتي خلاص استوت بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. هتقولي الطماطم بتاعتك فيها ميه، اقولك ما تقلقيش هنتخلص منها برضو برغم ان انا سبكناها خلاص. هضربها بقى بالهاند بلندر بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. بيسهل عليا ان انا اضرب كل الكميه المتوفره عندي بسرعه كده زي ما انتوا شايفين. طبعا لو مش متوفر عندك هاند بلندر تقدري تضربوها في الخلاط مفيش اي مشكله عادي. شايفين بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان هي كانت ناعمه جدا من الهاند بلندر. بعد كده بقى هبتدي اعدي الطماطم بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين على مصفى برغم ان هي مفيش فيها اي قشر ونعمت معايا خالص زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. عايزه اقولك ما خدتش وقت خالص مني. هنا بقى كنت بوريكي ان انا صفيت كل كميه الطماطم ويعتبر ما طلعش منها اي قشور خالص. يعني لو انتي هتسبكيها للمحشي تقدري تستخدميها من غير ما تصفيها مفيش اي مشكله. شايفين جمالها وحلاوتها برغم اننا لسه ما خلصناهاش. رفعتها بقى على النار حوالي نص ساعه كمان علشان تغلي غلوه كويسه وكل الطماطم الميه اللي فيها تتخلص منها لنفسها كده والطماطم تقل معايا زي ما انتوا شايفين كده. هفضل كل 10 دقايق ارفع الغطا واقعد اقلب فيها كده علشان اتاكد ان كل الطماطم بتاعتي من تحت لفوق اتسبكت وما عادش فيها اي سوائل خالص وتقلت معايا ولفت بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم بجد تحفه. جينا بقى للخطوه المهمه جدا جدا اللي هتحفظ معايا الطماطم من السنه للسنه. هحط معلقتين من الملح ومعلقه من السكر وربع كوبايه من الزيت. طبعا السكر هنا علشان يعادل حموضه الطماطم، اما الزيت والملح ماده حافظه للصلصه بتاعتي علشان لو قعدت عندي مده طويله في الفريزر زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما ضفت الاضافات ديت هبتدي بقى اسيبها 5 دقايق كمان على النار واقفل عليها بقى بالشكل ده كده واسيبها تبرد تماما. هبتدي بقى اجيب برطمانات كده اكون معقماها كويس جدا ومنشفاها كويس جدا جدا وابتدي اعبي الصلصه بتاعتي فيها زي ما انتوا شايفين. وطبعا لو هتخزنيها في التلاجة من هنا لرمضان لسه على رمضان اسبوع هتحطي على وشها شويه من الزيت علشان ما تعفنش منك. بعد كده بقى هتجيبي بقيه الكميه اللي لسه فاضله عندك وتجيبي كده اكياس تلاجة وتحطي على قد الطبخه بتاعتك بالشكل ده كده زي ما انت شايفه. مفيش اسهل ولا اجمل من كده. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله عملت لي كميه كبيره جدا. مستنيه ايه؟ قومي هاتيها يلا واعمليها ورمضان خزنيها تنفعك طول شهر رمضان واحسن من الجاهزه بمراحل. شايفين شكلها بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم قوامها كان تقيل جدا جدا وكانت بجد تحفه طبيعيه 100%. وعايزه اقول لكم بجد اختراع. عايزه اقول لك ان الطريقه دي هتقعد معاكي حوالي سنه وزياده من غير ما تغير طعمها ولا ريحتها. والاجمل من كده بقى ان هي بارده جدا جدا مفيش فيها اي حموضه. وده كان الفيديو بتاعنا ادعمونا النهارده. بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا.